فمجمل بناء الشخصية بيقول قد إيه أنا تلقيت اللي أنا كنت محتاجه من احتياجات نفسية، واللي أنا كنت محتاجه ده هو اللي ساب صفة إيجابية أو صفة سلبية في شخصيتي. ومن هنا نقدر نشوف الحقيقة ديت، إنه أوقات كتيرة تلاقي اختلاف ما بين عمره الزمني وعمره الوجداني. أنا ممكن أكون عندي 35 40، بس لما تتعامل مع الشخص ده تلاقي طريقة تفكيره، ردود أفعاله وتصرفاته تصرفات شخص مراهق. ده يقول إنه هنلاقي اختلاف نتيجة إنه الشخص لم يتلقى احتياجاته النفسية الأساسية في مراحل عمرية. ده خلاه إنه يقف عند مرحلة عمرية معينة، فكأنه الشخص علشان ما أخدش احتياجاته الأساسية يعمل له عدم نضج، يعمل له توقف في النضوج النفسي. أنا بكبر على المستوى الزمني، لكن على المستوى النفسي ببقى واقف عند المرحلة اللي أنا ما تلقيتش فيها الاحتياجات الأساسية. لما نيجي مثلا نشتغل في الإدمانات، يجي شخص عايز يتعافى من السلوكيات الإدمانية، والشخص ده مثلا بدأ سلوك الإدماني في مرحلة المراهقة مثلا، وهو جاي دلوقتي وعاوز يتعافى، وانا بتعامل معاه اتوقع انه هذا الشخص هو مراهق على المستوى النفسي، لانه خلي بالك الادمان يعمل توقف في النضوج النفسي. كمان الاساءات النفسيه والاساءات الجسديه والاساءات الجنسيه اللي بيتعرض ليها الطفل او المراهق بتعمل له توقف عند هذه المرحله، فتلاقي الشخص ده بيبان من تصرفاته المستوى النضوج بتاعه مش متناسب مع العمر الزمني اللي هو فيه.